سائل يقول: ما حال أبي فارس الأضرعي؟ الجواب: أبو فارس الأضرعي كان حاله حسنا لما كان يناصر أهل السنة مع حدة فيه، وأما هذه الآونة هداه الله وأصلحه فصار حربا على أهل السنة، يهاجم إخوانه أهل السنة، وعلى تربية أهل سعوان بالغلو والبهتان، يهاجمون الإخوان ولا يرضون، ما هم راضين عن الشيخ يحيى ولا عن مشايخ السنة. تارة يطعن في الشيخ أبي بلال، وتارة في الشيخ عبد الحميد، وتارة في الشيخ حسين الحطيبي، وتارة في مشايخ صنعاء الشيخ علي الحجاجي والقيسي، وما ندري ما في رؤوس هؤلاء. فالحقيقة الذي يراه ذلك الرجل يزعم أنه شاعر وليس بشاعر، شعره مكسر متخبط، وهو رجل مختلط، والذي يراه كأنه مجنون، شوه الدعوة، وحتى أهل قريته وبلده ما هم راضون عنه، يعني أهل قريته تراهم متخاصمين معه ويعرفون حاله. فمثل هؤلاء هذه بضاعتهم، والطيور على أشكالها تقع. كان من قبل يكتب أشعار في الحزب البرمكي، وكان فيها غلو وتجاوزات الله يعلم ما كنا راضين بها، وكنا ننبهه: احذف هذا البيت، اترك هذا الكلام، والله المستعان. فنصيحة لأهل سعوان أن يتقوا الله في أنفسهم، وألا يحرضوا على إخوانهم، وألا يطعنوا في أهل السنة، وأن يحذروا من التفالت. عبد الباسط الريدي صار حالهم مثل محمد حزام في العتوب والكبر والغطرسة والعناد. ربما محمد حزام كان يتجاوب مع المشايخ ويسمع ويفتح الجوال ويقرأ الرسالة، وإذا اتصلنا به ننصحه، كان ربما أظهر لنا خيرا تلونا منه ويعني عنادا. وأما هذا عبد الباسط من قبل ومن بعد، كلما حاول أهل السنة أن يتصلوا به ويناصحوا ويسمعوا منه إذا كان عنده شيء، مع أنه ما عنده شيء. رجل تربى في المدارس الحكومية ويعرف أنه ناقص، ما تربى في دماج، ويريد أن يكمل نقصه بأن يتظاهر أنه صاحب منهج سلفي وأنه ينتقد هؤلاء مشايخ السنة. ففي الحقيقة خبط نفسه وضرب نفسه وضرب دعوته، وما معه أحد. يتقوى ببعض أهل الباطل وبعض الصغار والسفهاء مثل هذا أبي فارس الأضرعي المتعب المختلط. وأتى كذلك حركات وتأصيلات جديدة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فالحمد لله لا يبقى في الصف إلا الصافي. خرج أبو الحسن، وخرج العدني والحزب البرمكي من صف أهل السنة السلفيين، وخرج محمد بن حزام، وخرج البكري، وخرج العمودي، وخرج عبد الباسط وهو في طريقه إلى الخروج. لم يرضى أن يبقى مع إخوانه ومع شيخه على السكينة والتؤدة والتفاهم والتناصح، لا يريد إلا ما في رأسه، فمنهجه أعوج، وقد حذر منه شيخنا يحيى
ومشايخ السنة ما هم راضين عنه بحمد الله، لا من قبل ولا من بعد، ولكن أهل السنة يصبرون. يصبر أهل السنة على هؤلاء المناوئين المتعبين المفتنين حتى يأتي دورهم وحتى يسقطوا بأنفسهم ويذهبوا بأنفسهم، وإلا فأهل السنة والله ما يحبون أن يخسروا أحدا، فضلا عن طالب علم، فضلا عن إنسان يدرس. فعبد الباسط الحقيقة أنه مفتون، يهجر ولا كرامة، ويربي طلابه على قلة الأدب. كم جاءني من إخواني قالوا سامحنا، ما لكم؟ لماذا؟ قالوا طعنا فيك كثيرا وتكلمنا عليك يوم أن كنا عند عبد الباسط، ويربيهم على هذا، على قلة الأدب. طيب إذا كان عندهم نصح أو انتقاد يتواصلون. لا، هذا أنا تواصلت به قبل سنين عديدة بواسطة أخي الأخ أبو معاوية، وقلت له أريد أن أكلمه فتهرب، واليوم الثاني تهرب، قال بعد الجمعة، ثم تهرب، وعد وأخلف، ولا كلمة. هات ما عندك، إذا في نفسك علينا شيء هات، انصحنا وننصحك ونتفاهم، نحن على دعوة سلفية. لا، ما يريد إلا ما في رأسه، ولا يريد أن يكلم أحدا، وجبان من تحت لا تحت، يتكلم من تحت الكرسي، ما يستطيع أن يسجل ما في نفسه، وأن يظهر ما في قلبه، وأن يخرج ما في جعبته بكلام مكتوب أو مسموع، حتى ينظر أهل السنة ماذا عنده ويتفاهمون معه ويردون عليه. لا، هذا من أجبن من رأينا، بل محمد بن حزام أشجع منه في باطل. فالحقيقة محمد بن حزام وعبد الباسط بينهما يعني اجتماع في بعض الأمور وفوارق في بعض الأمور، ونسأل الله أن يكفي أهل السنة شر هؤلاء المتربصين المتعبين. ودائما يا إخوة يخرج من الصف السلفي في كل آونة من يصفي أهل السنة، ويخرج بهؤلاء الرعاع المفتونين المغرورين بأنفسهم، يخرج بهؤلاء إما المتميعين أو أصحاب الغلو. عبد الباسط يعني طريقته قريب من طريقة العمودي في رؤية نفسه والمضي على كلامه والإصرار على منهجه، وكأنه ابن معين. ويتهم بعض أهل السنة يقول ما تكلم في محمد بن حزام ما عرف فتنة محمد بن حزام. أنت يا عبد الباسط متى تكلمت على ابن حزام؟ متى رؤي منك موقف مشرف في بيان حال محمد بن حزام؟ متى؟ يعني أهل السنة الحمد لله بينوا أكثر منك، والذين تنتقدهم الشيخ أبو بلال والشيخ عبد الحميد وأبو حاتم الأشموري كلهم هؤلاء وقفوا ضد ابن حزام في الوقت الذي ينبغي أن يوقف يعني ضده، ونصحوا في الوقت الذي ينبغي أن ينصح، وكانوا يدافعون عنه حسن ظن به لأنه ما قد ظهر شره، والحمد لله عرفوا فتنته فحذروا. أما أنك تزعم أنك أنت ثابت في فتنة محمد بن حزام وغيرك ما هو ثابت كلهم، هذا غرور، هذا والله منهج أعوج. والعمودي يظن مثلك، يظن أنه هو أول من بين فتنة محمد بن حزام. والله يذكرون هؤلاء بأولئك بعض الليبيين المفتونين أبي عبيدة الزاوي والمصراتي، كانوا يقولون نحن أول من عرفنا فتنة أبي الحسن وأول من انتقدناه. نعم انتقدوه قديما وكانوا يكتبون عليه، لكن ليس معنى هذا أنك يعني فتشت عن فتنته وعن أقواله وفضحته، أن يأتي يوم تتهم من تأخر أو لم يتبين له إلا فيما بعد تتهمه أنه متميز.
فصاروا مغرورين. وسبحان الله جاءت فتنة أبي الحسن ظهرت، وتكلم الشيخ يحيى، فلما كانوا في قلوبهم حسد وحقد على الشيخ يحيى هم أنفسهم ذهبوا مع أبي الحسن. سبحان الله، بعد أن كانوا يقولون نحن أول من انتقدنا أبا الحسن، مثل الدراوردي في عدن كان يكتب على أبي الحسن ويعرف بعض أحواله وبعض زلاته. لما وقف الإخوة في عدن ضد أبي الحسن وكان بينه وبينهم شيء، رجع مع أبي الحسن وتركهم. تقلب وعناد وحسد، ومن أجل الحسد يرجع مع الباطل، مثل قصة اليهود لما قاموا ضد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ظهر من قريش. فيا أخي الدعوة هذه ما هي دعوة واحد ولا اثنين، الدعوة السلفية دعوة أهل السنة. الدعوة السلفية تعز أهلها، الدعوة السلفية دعوة الله، دعوة صافية نقية، دعوة قوية. من أراد أن يخبط أهل السنة ويتعب أهل السنة وينتقد أهل السنة ويتربص بأهل السنة يفضحه الله. ومن أراد أن ينصح، ومن أراد أن يصلح، ومن أراد أن يجمع الشمل، ومن أراد إصلاح الخطأ جزاه الله خيرا. أما هذا العتو وهذا العناد وتربية الطلاب على الطعن في أهل السنة وقلة الأدب، ما الفرق بينكم وبين الحزبيين؟ علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، أنتم في الطريق إليهم إن لم تتداركوا أنفسكم وترجعوا إلى إخوانكم وشيخكم وتسمعوا النصائح، وإلا والله ما تضرون شيئا. قد ذهبت مساجد أكبر من مسجدكم، وذهب رجال أكبر من رجالكم. من أنتم؟ أنتم ثلة تشبهون أصحاب حرورة في الخروج على أهل السنة. أولئك خرجوا على الصحابة وأنتم تخرجون على أهل السنة بمنهج غوي، لا منهج سوي، منهج أعوج، ونسأل الله عز وجل السلامة. أبو فارس هذا رجل ضائع، اتركوه تماما، لا تسمعوا له، مختلط شيبة، والله تراه مثل المجنون. نسأل الله أن يهديه وأن يصلحه وأن يصلحهم أو يكفينا شره.